الوقت اللي بنضيعه كل يوم على الفاضي، شوية سكرول على السوشيال ميديا ونبص اليوم خلص، مفيش اي حاجه مفيده اتعملت. 5 دقايق هنا، 10 دقايق هناك، ساعات بتتفرج على فيديوهات ملهاش اي لازمه. طب ليه بنضيع وقتنا واحنا عارفين ان هو اغلى حاجه عندنا؟ ازاي بنضيع وقتنا يوميا من غير ما نحس؟ طب ايه الحاجات اللي بتسرق وقتنا من غير ما ناخد بالنا؟ طب ازاي نبدا نسيطر على وقتنا ونستفيد بكل دقيقه في يومنا؟ فلو انت بتحس ان يومك بيضيع من غير ما تعمل اي حاجه مفيده في يومك، او لو دايما بتحس بالذنب عشان ما انجزتش اي حاجه في حياتك، خليك معايا لاخر الفيديو وهقول لك ازاي تخلي كل دقيقه في يومك ليها قيمه. من بعد الفطار بيجي وقت التوجه للشغل او للجامعه. ساعات الطريق بتبقى متعبه وزحمه ملهاش اخر. بدل ما نستغل الوقت ده في حاجه مفيده، بنضيع وقتنا في الزحمه وبنزعل على الطريق. ليه ما نستغلهاش في الاستماع لكتب صوتيه او محاضرات مهمه؟ المهم اننا نفكر، ممكن كل فرصه ضايعه تتحول لطريقه للتعلم او للاسترخاء بطريقه مفيده. اول حاجه لازم نسال نفسنا، احنا بنضيع وقتنا في ايه؟ بص حواليك هتلاقي حاجات كتير جدا بتسحب مننا وقتنا من غير ما نحس. السوشيال ميديا اكتر حاجه بتاخد وقتنا. تفتح فيسبوك تقول هشوف اشعارين واطلع، تلاقي نفسك بعد ساعتين لسه ماسك التليفون وعمال تسكرول ريلز، فيديوهات، ستوريات. دماغك بتتشغل بحاجات ملهاش اي فايده، وكل ده بياخد وقت منك. مين فينا ما بيحبش يقعد شويه على السوشيال ميديا؟ بس ساعات بتعدي علينا من غير ما نحس. بنعمل سكرول لا نهائي، بنتابع اخبار غير مهمه ونتفلسف على حاجات ملهاش لازمه. ايه رايكم لو بدل ما نقعد على الفيسبوك اننا نستغل الوقت في تعلم حاجه جديده؟ يمكن نتعلم لغه او مهاره جديده، او حتى نقرا كتاب مفيد. الموضوع محتاج تغيير طريقه تفكيرنا. الموبايل عموما مش بس السوشيال ميديا، لا ده كمان الواتساب واليوتيوب والجيمز، كل ده بياخد من وقتنا بالساعات. تخيل لو بتقعد يوميا ساعتين بس على الموبايل، ده في الاسبوع 14 ساعة وفي الشهر 60 ساعة، يعني اكتر من يومين كاملين. انا ما بقولكش ارجع لزمن الجاهلية او اكسر التليفون، انا بتكلم عن الاستخدام الخاطئ. عارف لما بتقعد سرحان ولا بتعمل حاجة ولا بتفكر في حاجة مفيدة؟ النوع ده بقى من الوقت الضايع هو الاخطر، لانك بتحس انك مش بتضيع وقت، بس في الحقيقة انت بتعملش اي حاجة. لما تأجل شغل او مذاكرة وتقول هعمله كمان شوية وتلاقي اليوم خلص. اللي بيضيع هنا مش بس الوقت، ده كمان الطاقة والتركيز. كتير مننا بيقضي يومه في شغل او دراسة، يرجع البيت ياكل وينام من غير اي محاولة انه يعمل حاجة جديدة او مفيدة. الروتين لو ما كسرتهوش هيخليك تحس ان الايام بتعدي شبه بعض من غير ما تعمل اي حاجة، والسنين بتمر من غير ما تحس. طب ليه بنضيع وقتنا؟ ليه احنا بنعمل كده في نفسنا؟ ليه بنضيع وقتنا واحنا عارفين ان بعد كده هنبقى ندمانين؟ السبب في كذا نقطة. الراحة الوهمية، لما بتفتح فيديوهات وبتسرح على السوشيال ميديا بتحس انك بترتاح، لكن دي مش راحة حقيقية، انت بس بتهرب من الواقع. الخوف من الفشل، ناس كتير بتأجل الشغل او القرارات المهمة لانهم خايفين ما ينجحوش، فبيضيعوا وقتهم في اي حاجة تانية عشان يبعدوا عن الاحساس ده. غياب الهدف، لو مش عندك هدف واضح في حياتك طبيعي تلاقي وقتك بيضيع، لان انت مش عارف انت عايز توصل لايه اصلا، مع ان حل حاجة زي دي ممكن يكون في 5 دقايق تفكير. الادمان على المشتتات، الدماغ بقت متعودة تروح على الحاجة السهلة الممتعة زي الشورتس او الجيمز، وكل ما تعمل كده اكتر بقيت مدمن وقت ضايع اكتر. طب نعمل ايه عشان ما نضيعش وقتنا؟ طب الحل ايه؟ نفضل كده ولا نبدأ نتغير؟ اكيد نبدأ نتغير. هقولك دلوقتي على شوية خطوات بسيطة، لو بدأت تطبقها هتحس بفرق كبير جدا في يومك. ابدأ بالوعي، اعرف وقتك بيروح فين. جرب تكتب في ورقة كل حاجة بتعملها خلال اليوم وهتشوف قد ايه في وقت بيضيع على الفاضي. حط جدول بسيط، مش لازم جدول عسكري، بس على الاقل يكون عندك خطة ليومك، امتى هتشتغل، امتى هترتاح، وامتى هتتعلم حاجة جديدة. قلل المشتتات، اعمل وقت في اليوم تبعد فيه الموبايل عنك تماما. اقفل الاشعارات، استخدم برامج بتعمل على قفل التطبيقات لفترة معينة، وركز على اللي بتعمله. خصص وقت للراحة الحقيقية. مش معنى انك هتستغل وقتك انك تشتغل 24 ساعة، لا خالص، بس لما ترتاح ارتاح صح. نام كويس، اتمشى، كل حاجة مفيدة لجسمك وعقلك، واستثمر وقتك في حاجة تطورك. تعلم مهارة جديدة، اقرا، مارس رياضة، او حتى اتكلم مع الناس ممكن تتعلم منهم حاجة. واهم حاجة تكافئ نفسك، ده هيخلي دماغك تحب الانجاز. في النهاية التحدي الحقيقي ان احنا نكون واعيين بكل دقيقة بنقضيها. كل دقيقة في اليوم تعتبر كنز لو استخدمناها صح. الوقت هو اغلى حاجة بنملكها. الفلوس بتتعوض، الفرص بترجع، لكن الوقت لو راح عمره ما نعرف نعوضه تاني. خد بالك من يومك، من ساعتك، من دقايقك، لان ببساطة انت الوقت بتاعك. ما تنساش يوم تبقى تقول يا ريتني كنت عملت كده. ابدأ النهاردة مش بكرة.